السلام عليكم. كيف لاباس؟ بخير الحمد لله. الله يسلمك بخير. الحمد لله. على السلامة. انا يسوى لكم شي هون؟ انتم فاش تزوجوا وقت فراغكم؟ بنا بعد حنا كشباب رانا كيف تشوف ترى راي لا القهوه شلون هو قلت ما يدار وشوف اش خلاكم تقعدوا هون؟ هو اش اللي نقول لك ما كثرت ما يدار وهالشي وتعرف الشباب راي كاملين قارين الحمد لله ما عندهم ما يدار راهم قاعدين في القهوه والله. اش خاصكم انتم تقولوا المسائل اللي تقد توفي عنكم ذا الفراغ وذا الملل؟ واش اللي نقول لك راه كل شاب وهو كل طموح بالنسبه له التركه اللي قارين راه خاصهم راعي مجاز راعي دبلوم راعيني انا الحمد لله حتى انا بدبلومي مانا جابرين نتحركوا شوي في مشاريع شوي قليله غير بالنسبه لنا ما الفراغ يبقى ديما كاين لانه اصلا خدمه الدوام. كم مره تقعدوا في القهوه في النهار؟ واش اللي نقول لك نتكلم عن راسي شخصيا وإلا مرتين في النهار واحده القايله ديال ساعه ومن المغرب ينتك في القهوه والله. هذا سبتوا الفراغ؟ سبتوا لا الفراغ. رغم وجود هذا وهذا وهذه وذا 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 نعيش الملل، فهل نحن في عصر الملل؟ إذن أهلا بكم إلى برنامج وللناس ألسن. الملل هو نتيجة الفراغ، والفراغ أشكال وأنواع، منها الفراغ الروحاني، الفراغ العاطفي، والفراغ الفكري. ورغم وجود بعض المنشآت والمرافق العمومية والرياضية لا زلنا نشعر بالملل. نعم اخويا ديما الفراغ. علاش؟ وقلة ما يدار الشباب الحمد لله حاصل على الدبلومات وعلى الشهادات وقلة ما يدار. كتعيش الفراغ في حياتك؟ ايه من طبيعة الحال كنعيش الفراغ. علاش؟ بسبب المرافق العمومية ما كاينش مرافق للشباب فين يدوزوا الاوقات ديال محل المكاتب مكتبات. من طبيعة الحال عندي ساعتين 3 سوايع في النهار بحال هكا ما كيكون عندي ما يدار ما بين الظهر والعصر، يعني كيكون عندي فراغ في حياتي كنمشي كنمارس الرياضة كنتريني، يعني كنرتاح كنفوج على راسي بهاد الرياضة هادي مستمتع؟ الحمد لله اللهم لك الحمد بخير كنلقى راحتي بزاف في هاد الرياضة هادي الحمد لله من الخدمة للدار الرياضة. كاينه فئة كبيرة في مجتمعنا مشات وقرات في هذه سنوات وسنوات عديدة، رجعوا لدسرتهم فماذا وجدوا؟ وجدوا هذه الراعي الرسمي لهم. علاه؟ لأنهم لم يجدوا هذا، فكان لسان حالهم عدت أنا للشغلة ديار، عدت راسي وأهلي وحلة، طلبتك يا الحي القهار تسهل لي فيها بالعجلة. إذا معنا واحد من هذه الفئة اللي هو الأخ إبراهيم زغمان، ماستر في القانون الخاص معطل صحراوي، لنوجه له سؤال مباشر. أول شيء أهلا بك معنا في البرنامج وللناس ألسن. كيف تؤثر البطالة على المعطل؟ يعني البطالة هي جذر كل الشرور، يعني البطالة علاوة على كونها تصيب الفرد بالملل والفراغ، يعني هي تساهم في انعدام تقديره لذاته، بمعنى المعطل علاوة على كونه يصاب بالملل والفراغ يعني يصبح وكأنه يحس بأنه عالة على المجتمع والأهل. كيفاش المعطل هو واحد من الفئة المثقفة، كيفاش انتم تعيشوا مع الفراغ والملل؟ يعني الإجابة عليه يعني تكمن في 3 أمور، يعني أولها يعني مسألة تقدير وقت الإصابة بالفراغ والملل، يعني مسألة جوهرية على اعتبار أنها هي التي تساهم في اتخاذ التدابير والأساليب الكمينة والكفيلة بالخروج من هذه الوضعية. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية يعني ماذا توفر بيئة ملائمة يعني تساعد على الخروج. بالنسبة للمدينة يعني أو مدينة المعطلين الصحراويين وهي مدينة العيون، يعني هناك انعدام يعني المراكز التدريب، وهناك انعدام المكتبات. هنا يأتي دور الدولة والجماعات المحلية في المساهمة هي الأخرى في محاربة البطالة من جهة والملل والفراغ الذي يصيب المعطل من جهة أخرى. والمسألة الثالثة هي يعني يكون القطاع الخاص في طور النمو، زيادة على كون يعني المجتمع يرى في القطاع الخاص لا يرى في القطاع الخاص ذلك المجال الذي سيساعده على الخروج من الملل والفراغ. إلى أي حد يمكن اعتبار الأشكال الاحتجاجية والتظاهر هو رد فعل على الأقل على الفراغ والملل؟ العمل الاحتجاجي عموما هو رد فعل، يعني المعطل يعيش وضعية سواء كانت مللا أو فراغا، تلك الوضعية هي التي تحفزه على العمل الاحتجاجي
بغية إيصال مجموعة من الرسائل لفئة معينة. يعني هو بديهيا، يعني مسألة بديهية. للأسف أصبح الملل سببا رئيسيا لمجموعة من الآفات الاجتماعية، مثلا الفراغ الروحاني يؤدي إلى الانتحار والاكتئاب، والفراغ الفكري قد يؤدي إلى التطرف. وفي مجتمعنا فإن الفراغ يفتك بمستقبل شبابنا فيدخلهم عالم الإدمان. اشتعد الخوي؟ والو خويا اللعبة اليوتيوف. اش لعبك فيها؟ والله يكون ما قرينا وما كاين لا خدمة والحافية وما كاين ما يدار وصافي. انت راضي ديال الحالة؟ ابدا يا خويا، شكون اللي يرضى على راسو ديال الحالة، وكل ما زادت قلت شي زاد ديال باليوم بليت لوحك في باليوتيوف. الله يعفو عليك. كيف نحارب الملل؟ أولا وأهم شيء اكتشف لماذا تشعر بالملل. اجعل من وقتك فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مارس الرياضة فلبدنك عليك حق. اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، فربع ساعة من القراءة يوميا تجعل منك إنسانا مثقفا. ويبقى العمل وسيلة لانتشار الشباب من براثين ملل قاتل وبطالة مميتة. وختاما، غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك. لمشاهدة المزيد من البرامج والفيديوهات ندعوكم للاشتراك بقناتنا باليوتيوب، كما ندعوكم لزيارة موقعنا سحرة بوست تي في لمتابعة جديد القناة، وللتواصل معنا عبر حسابنا الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.